البنت كانت بتحاول تخلص من مطاردة أخوها الكبير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وهي معدية جنب واحدة ست. حتى الإخوات الكبار اتفاجئوا. بعد كده البنت جريت على معلمها واستخبت وراه. لما الإخوات الكبار وصلوا، البنت فعلت رؤية الأشعة السينية، لقت إن واحد من الإخوات الكبار مش لابس حاجة تحت. الأخ الكبير اتكسف واستخبى. المعلم اتعصب جدا لما شاف كده، افتكر إن البنت دي شقية زيادة عن اللزوم. علشان كده المعلم بعت البنت لعالم تاني علشان تتعلم من التجربة. لما البنت وصلت لعالم البشر حست بجوع شديد. في الوقت ده دكتور نادى بالميكروفون إن أي حد يتبرع بدمه هياخد أكل في المقابل. البنت فرحت ووقفت في الطابور أول ما سمعت الكلام ده. بعد شوية البنت أخدت أكل كتير، بس بعد ما خلصت الأكل بطنها لسه فاضية. في اللحظة دي الدكتور ومعاه حارسين جم أمروا إنهم ياخدوا البنت. طلع إن ابن الراجل الغني كان مريض جدا وكانوا بيدوروا على فصيلة دم مناسبة، وبالصدفة فصيلة دم البنت كانت مطابقة للولد. الحراس جابوا البنت، لكن المفاجأة إن أول ما البنت شافت الراجل الغني جريت وحضنته وقالت إنه أبوها. الراجل الغني استغرب جدا من الكلام، لكن السكرتيرة اللي جنبه كانت عارفة السبب. طلع إنها زمان بدلت ابنها بابن الراجل الغني من وراهم علشان ابنها يعيش عيشة الأغنياء، لكنها طول الوقت كانت بتدور على فصيلة دم مناسبة علشان تعالج ابنها المريض. في اللحظة دي هي جريت وحضنت البنت بحماس، لكن البنت كانت عارفة خطتها اللي عندها. البنت زقتها بعيد. الراجل الغني افتكر إن البنت مش عايزة تتبرع بالدم للولد، فطلب من الحراس ياخدوها. بعد كده البنت قعدت تاكل أكل في الأوضة، ولما فعلت رؤية الأشعة السينية تاني شافت إن السكرتيرة بتكذب على الراجل الغني وعايزة تخلي البنت عندها. البنت اكتشفت خدعتها، قررت تعاقب السكرتيرة